يا شباب، اعمل لكم السماعه اهو كده عشان الصوت يبقى واضح. تمام. في حد بيسأل يعني ليه الناس عايزه تخلي السيسي يمشي، جهات اجنبيه عايزه تخلي السيسي يمشي. بص انا هشرح لك اللي بيحصل بهدوء جدا وببساطه جدا. انت شايف اللي بيحصل في فلسطين دلوقتي، والاسرائيليين بيعملوا ايه مع الفلسطينيين. تمام، حلو. والضرب اللي هم شغالين فيه، وعلى الحصار، في حصار دلوقتي على غزة وعمالين يضربوا على غزة من جميع الاتجاهات. الخطة كالآتي، الخطة ان في ضغوطات بتحصل دلوقتي على قطاع غزة علشان الناس دي تترحل الى سيناء. الناس دي الفلسطينيين يترحلوا لسيناء، وبعد ما يترحلوا لسيناء تقام دولة صغيرة كده في سيناء ويقولوا عليها ان دي فلسطين، وغزة تبقى تبع إسرائيل، وكل المكان ده يبقى كده كده غزة بكل الأماكن الفلسطينية اللي موجودة دلوقتي تتبع إسرائيل، وتبقى دي دولة إسرائيل، وفي سيناء دي تبقى دولة فلسطين. طب هم يعملوا كده بسهولة؟ لا، لازم يكون عندك جوه مصر، لازم يكون عندك جوه مصر. اعمل قلب وانت بتسمعني بس، وشيروا الفيديو ده عشان هم هيقفلوه فعشان لما هيلاقوكم شيرينه مش هيعرفوا يقفلوه. طيب هم عشان يعملوا كده هيعملوا كده بسهولة؟ لا، لازم يعمل لك قلق شديد جدا جوه مصر. فالقلق الشديد جوه مصر ده هيتم عن طريق مين؟ هيتم عن طريق، المفروض اللي هو يتم عن طريق المرشح احمد الطنطاوي. تمام. طيب هم هيروحوا لاحمد الطنطاوي يقولوا له ازيك يا احمد الطنطاوي، احنا المخابرات البريطانيه وبالتعاون مع الموساد احنا عايزينك تعمل 1 2 3. لا خالص، هيقولوا له روح ودافع عن حقك. مش هم بيبقى فيه وسطة؟ تمام، روح ودافع عن حقك في الاصوات بتاعتك، وخد الناس اللي عايزه تأيدك وروح اعمل تجمهر. طب تعالى بس احنا عايزينك في لبنان، اقعد معانا شويه. راح لبنان وقعد شويه وتم تدريبه ورجع، قام اخد المكتب بتاعه في التحرير. خلي بالك من الاختيار، قريب من ميدان التحرير. طب الهيئة القومية للانتخابات فين؟ جنب التحرير. اما هو نزل وقال ايه؟ قال لك احنا هناخد الناس كلها ونروح على الهيئة القومية للانتخابات ونقول لهم ادي اتفرجوا، بص دي دعوات للتجمهر. بس انت اما تتجمهر مش عايزين حاجة اكتر من كده. هتلاقي بقى واحد ضرب لك طلقة من عمارة على واحد من الناس، الدم انتشر على ازازتين مولوتوف، البلد هاجت، الصور دي نزلت على النت. يحصل مظاهرات جوه مصر، تحصل مظاهرات جوه مصر، انت تنشغل كما حدث يوم 28 يناير 2011. انا فاكر اليوم ده، والبلد كلها ولعت. انت طبعا اول ما هتبقى منشغل جوه والاجهزه الامنيه كلها منشغله بجوه عشان ده حاجه مهمه جدا، تمام، يبتدي المخطط اللي جاي لك من بره في التنفيذ. فتصحى ما تلاقيش وطن، انت تصحى ما تلاقيش وطن. حلو. فتيجي بقى تلاقي بلدك دي، تلاقي سينا احتلت. فبعد الاشعار الكلام ده عشان مهم، وانا بقول لك كلام مهم وانا بتمشى. فهتلاقي البلد سينا تم احتلالها. تم احتلالها عن طريق ايه؟ ان تم انشاء دولة في قطعة من سينا، واتسمت ان هي بقى اسمها فلسطين، وخلاص فلسطين راحت وبقت كلها اسرائيل. تمام. تيجي بقى انت تقول ايه؟ يا انا هحارب وهجاهد زي ما عملنا في حرب 73، احنا هنعمل تاني. فجأة تلاقي 1000 سد. ما انت خلاص الداخل عندك منهار، واقتصادك طبعا مع المظاهرات ومع كل حاجه الدنيا دي هتبقى منهاره. واخد بالك؟ انت شايف احمد طنطاوي ده جزء من ايه؟ فاول ما تيجي انت بقى تحارب وعايز بقى يلا وانا هفرد عضلاتي وانطلق وما اعرفش ايه، هتلاقي 1000 سد غير سد اثيوبيا ظهر لك على النيل وقفلوا عليك الميه ومش هتعرف تعمل حاجه. يقول لك يلا بقى روح حارب وانت ما عندكش اصلا ميه للجنود ان هم يشربوا. واصله لك؟ انت واصله لك المؤامره ماشيه من فين لفين؟ انت فاهم؟ ف ده اللي انا بقوله لك، وبقول لك خلي بالك منه. وبناء عليه بيتم طبعا بقى اشاعات كتير بتطلع لك من كل حته، منها اللي بيقول لك ايه؟ اللي هو عباس كامل قال للاسرائيليين خلي بالكم من 1 2 3، هو ولا قال حاجه ولا نيله. وطلع حد رفيع المستوى، انا مش عارف انا عديت الشارع ولا لا، حد رفيع المستوى طلع قال لك احنا بنحذر اسرائيل من الضغط على الفلسطينيين للنزوح، عشان ما يروحوش للنزوح الى معبر رفح، ودي الخطة. طيب انت في ظل الاحداث دي كلها بقى، في ظل الاحداث دي كلها وعايزني انتخب حد
غير الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ ده سؤال منطقي، بس انا بساله لك سؤال منطقي. انت عايزني انتخب حد غير الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ فعشان كده لما بنطلع نقول لك، لما بطلع اقول لك الكلام ده وانت تخش تشتمني انا، يا حبيبي انت ممكن تنام تصحى ما تلاقيش وطن. انت ممكن تنام تصحى ما تلاقيش وطن. فاحنا مش مجبرين، محدش فينا مجبر اللي هو يدافع او يكتب تعليق، يكتب تحيا مصر، او يكتب تعليق اللي هو يقول لك مثلا ايه انا بؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هو مش مجبر اللي هو يتشتم، لا ده عنده رؤية وعنده ايمان بحاجة معينة. ثواني بعد الشارع. عنده ايمان بحاجة معينة وعقيدة علشان قاري المشهد ده. فجماعة انا قلت لكم في الفيديو ده كلام مهم، هم بيقفلوا لي الفيديوهات كلها، فانتوا شيروا الفيديو قبل ما يتقفل عشان لما بيلاقوا عدد ضخم من الشير مش بيعرفوا يقفلوا الفيديوهات دي، لان بيبقى فيه حرج ليهم. شكرا.